عارفك مشغول الايام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي، مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. عارفك مشغول صباح الورد والفل واهلا وسهلا بيكم. والنهارده فيديو جديد عن الانتيكات وديكورات المنازل. فعايزين نتخيل مع بعض ان احنا بندخل بيت، ومن اول خطوة بنحس ان المكان ليه روح، مش مجرد حيطان واساس، لكن حكايات وذكريات وطبعا لمسات فنية بتتكلم. آه فالاحساس ده مش بيجي من الفخامة ولا من الاشياء الغالية، الاحساس ده بيجي من التفاصيل، من اباجورة في الركن، ومن ترابيزة صغيرة على شكل جميل حيوان، باندا او ارنب، او من ساعة حيطة جميلة بتنور كأنها بتحكي تاريخ. النهاردة هنتكلم عن عالم الانتيكات والديكورات، عالم بيحول اي بيت عادي لمساحة دافية راقية مليانة ذوق وشخصية. مستني عشان احكيها. فهاتي بقى مشروبك المفضل وتعالي معايا في رحلة ممتعة، مش مجرد معلومات لكن حكاية مستمرة عن الجمال، الاختيار الصح، وازاي تخلي بيتك يحكي عنك وعن شخصيتك. عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب هنتكلم عن معنى الانتيكات والديكورات في البيت. الانتيك مش قطعة قديمة وخلاص، الانتيك دي روح، قطعة ليها حضور حتى لو صغيرة. ممكن تكون تحفة بسيطة، لكن أول ما العين بتقع عليها بتحسي إنها بتشدك. فوجود الأنتيك في البيت بيدي إحساس بالرقي والشياكة، كأن المكان مكان راسخ كده ومش مؤقت. وعشان كده الأنتيكات بتشتغل دايما مع أي ستايل كلاسيك، مودرن، بوهيمي، أو حتى ستايل بسيط جدا. شايفين هنا الشياكة، شكله جميل جدا وغريب، دبدق وشايل الترابيزة، وهنا بطوط وشايل برضو الترابيزة. أشكال جميلة جدا وجديدة. فالسر مش في الكمية، السر بيبقى في الاختيار والمكان. فقطعة واحدة جميلة وصح في مكانها الصح ممكن بتغير شكل المكان كله. شايفين هنا ده بوبي وترابيزة على شكل بوبي، شكلها جميل جدا. أشكال كتيرة طالعة جديد غريبة، بس بتدي فخامة وشياكة وجمال للمكان. وكمان الأطفال والشباب بيحبوا الحاجات دي قوي. وهنا برضو ترابيزة على شكل فيل وعليها كتب، ممكن تتحط جنب الكنبة أو جنب مثلا أي ركنة. وده دولاب مايل حاطين عليه الشنطة، والناحية التانية شايل فازة. أشكال حلوة ومتنوعة. وبرضو الترابيزات أو الترابيزات الجانبية دي من أكتر القطع اللي ناس كتير مش بتاخد بالها منها، مع إنها من أقوى عناصر الديكور. فترابيزة الجانبية سواء كانت من الخشب أو معدن بتصميم فني، أو ترابيزة على شكل مثلا الشكل ده مثلا، أو حيوان قاعد أو واقف، دي كلها بتضيف شخصية.
فالترابيزات ممكن بتيجي بأشكال مختلفة وراقية جدا، ممكن تيجي بشكل غزال أو أسد أو حصان أو حتى قطة. فالقطعة دي بتكون جميلة جدا ولازم تكون ليها وظيفة. ممكن نحط عليها كتاب، شمعة، أو حتى لو سبناها فاضية هي لوحدها بتبقى منظر ديكوري. المهم ان يبقى فيه توازن. لو عندك ترابيزة جريئة في شكلها، خلي اللي حواليها طبعا يبقى هادي، وخليكي دايما فاكرة ان العين بتحب الراحة. ولو عندك الساعات برضو، الحائط دي من الحاجات الديكور على الحيطة جميل جدا. فساعة الحيطة مش بس عشان نعرف الوقت، لا دي قطعة فنية. فلو ساعة كبيرة بإطار منور أو إطار خشب قديم، ده بيدي فخامة. والساعة معدن برضو بالأرقام الرومانية بتدي طابع كلاسيك. ولو ساعة بسيطة بإطار رفيع بتخدم الستايل المودرن. الجميل انك بتقدري تخليها محور بصري، بتحطيها فوق الكنبة او في الممر او حتى في المطبخ. فالساعة بيبقى ليها سحر، وصوت العقارب وشكلها والإحساس طبعا بالزمن. فاختيار الساعة الصح بيعمل توازن بين العملية والجمال. وما ننساش الأباجورات، ده بقى الضوء والدفى. فالأباجورة مش بس مصدر للنور، الأباجورة دي بتحسن المزاج. فلما نختار أباجورة فانت بتختاري نوع الإحساس اللي انت عايزاه في المكان. فلو أباجورة بقاعدة نحاس بتدي إحساس كلاسيك وهدوء، وأباجورة بظل قماشي ناعم بيدي دفء وراحة. أما الأباجورات اللي بتبقى على شكل حيوانات فهي دي بتبقى حكاية لوحدها. ولو أباجورة على شكل فيل أو حصان أو طائر، فالقطعة دي بتدخل بهجة خفيفة من غير ما تكون طفولية. بتنفع جدا في ركن القراية أو جنب الكنبة أو حتى في مدخل البيت. فالضوء الخارج منها بيبقى ناعم، ومع الشكل الفني بنحس إن القطعة جميلة وبتدي وظيفة. فالأباجورة الصح بتكمل المكان. يعني لو الغرفة مليانة تفاصيل فاختاري أباجورة هادية، ولو الغرفة بسيطة فالأباجورة بتكون هي نجمة المكان. وفي أباجورات برضو على شكل شجرة بيبقى شكلها جميل جدا، ودي أباجورة برضو ممكن نحطها جنب السرير. وخلي بالك من تنسيق الأنتيكات. فأكبر غلطة إنك بتملي المكان تحف. ولكن اختاري قطعة واحدة بس تكون جميلة، وسيبي المساحات اللي جنبيها فاضية عشان القطعة الجميلة تظهر. وقسمي بقى البيت لمناطق، ركن فيه أباجورة وترابيزة وحيطة عليها ساعة ولوحة، ومدخل فيه تحفة واحدة مميزة. فالتوزيع الذكي أهم من وممكن تحطي أنتيك في كل غرفة. في غرفة المعيشة الأنتيكات بتبقى واضحة ومؤثرة وبتدي شياكة لغرفة المعيشة. بس لما تكون في غرفة المعيشة اختاريها بعناية. وفي غرفة النوم اختاري برضو قطعة هادية ومريحة.
في المدخل قطعة واحدة كفاية، بس تكون قوية لأن الانطباع الأول بيدوم. وفي السفرة حطي ساعة أو شمعدان، ده بيبقى لطيف جدا في غرفة السفرة. كل غرفة بيبقى ليها اللغة والأنتيك اللي ينفع لها ويليق عليها. بالنسبة للإضاءة مع الأنتيكات، فالإضاءة الصح طبعا بتضاعف جمال الأنتيك، فلو سبوت خفيف على التحفة. وانتي عارفة طبعا لو نور دافي برضو جنبيها، زي الساعة دي نور دافي فيها، ده بيخلي الأنتيك بيعيش ومش بتملي منه. لكن الإضاءة قوية جدا بتقتل الإحساس، والضعيفة جدا بتخفي التفاصيل. وممكن الأنتيك يكون مرتبط بذكرى أو قطعة ورثتيها عن أهلك، هدية أو حاجة اشتريتيها في السفر، فلما بتحطي القطعة دي في بيتك، البيت نفسه بيبقى جزء من حكايتك وقصتك. وزي ما احنا شايفين هنا بيعمل الانتيك بالذكاء، هو اللي بيعملها، عامل برواز وحاطط زي ازازة وحاطط فيها الورود، ومنوع فيه الورود الاحمر والبنفسجي. حاجة لطيفة جدا وسهلة ان الواحد ينفذها. فالخامة بتلعب دور البطولة، فالخشب بيدي احساس بالدفء والاصالة، والنحاس والبرونز بيدخلوا فخامة هادية، والإزاز الملون بيضيف لمسة ورومانسية. ولما بتختاري قطعة أنتيك، اسألي نفسك الخامة دي هتمشي مع باقي عناصر البيت ولا هتكون غريبة؟ فالتناسق بين الخامات بيخلي المكان مريح طبعا للعين وبيدي رقي. وأجمل البيوت هي اللي بتعرف توازن، يعني كنبة مودرن بسيطة جنبها ترابيزة أنتيك، ده بيبقى اختيار ذكي. أو مطبخ عصري وعلى الحيطة ساعة، دي لمسة عبقرية. فدايما لو اندمجنا بين القديم والجديد، ده بيكسر الملل وبيدي شخصية قوية للمكان من غير مبالغة. ومش كل القطع الانتيكات بتتحط على الارض، في قطع لازم تكون على مستوى العين، وقطعة تانية تنفع على مستوى منخفض. فاللعب بالارتفاعات بيخلق حركة بصرية جميلة. فعندك أباجورة طويلة، ممكن جنبها ترابيزة قصيرة وفوقهم لوحة أو ساعة. التدرج ده بيريح العين وبيخلي المشهد متوازن. في ناس بتقول أنا عندي المكان والمساحة صغيرة، حتى البيوت الصغيرة بينفع يكون فيها أنتيك بس بذكاء، فقطعة واحدة مميزة أحسن من 5 قطع بتخنق المكان. لو هتحطي ترابيزة على شكل فيل أو على شكل حيوان أو أباجورة رفيعة في ركن مهمل، ده ممكن يغير الإحساس بالمساحة تماما. والمكان طبعا اللي بيدخله نور وشمس كتير بيناسبه قطع بلمعة خفيفة أو إزاز، والأماكن الهادية أو اللي نورها ضعيف بيناسبها بقى النحاس والخشب الغامق مع إضاءة دافية. ففهم علاقة الضوء بالقطعة بيخليكي دايما تختاري. والجميل بقى انك لما بتستضيفي حد ويسألك عن ترابيزة او ساعة او اباجورة وتبدأي تحكي قصتها، فالبيت نفسه بيبقى ليه روح وحياة. ده سر بيوت المريحة، مش بتبقى صامتة لكن ليها حكاية وليها قصة.
ولكن في أخطاء شائعة في الاستخدام. من أكتر الأخطاء انتشارا إن القطع بتكون حلوة لوحدها لكن مش مناسبة للمكان. فممكن تحطي انتيكة ضخم في غرفة صغيرة، ده بيخنقها، وقطع كتير جنب بعض طبعا بتفقد قيمتها. كمان خلط الألوان والخامات من غير رابط بصري ده بيعمل فوضى. فالذكاء هنا انك تخلي قطعة واحدة والباقي بيدعمها. ممكن تغيري الانتيكات حسب الموسم. مش لازم الانتيك يفضل ثابت طول السنة. ففي الشتاء ممكن نميل للأخشاب الغامقة والنحاس والإضاءة الدافية، وفي الصيف بقى ممكن نميل للإزاز والألوان الفاتحة والقطع الخفيفة. فالتغيير البسيط في التوزيع مع الفصول ده بيجدد البيت من غير ما نتكلف كتير. ومن الانتيكات الحلوة والاكسسوارات اللي بتكمل المكان الشموع والكتب والفازات والنباتات البسيطة، وكلها عناصر بتكمل الشياكة وبتكمل الانتيكات. المهم ان الاكسسوارات مش بتبقى منافسة للقطعة الأساسية لكن بتبرز جمالها. فلو كتاب قديم فوق ترابيزة أو شمعة جنب أباجورة، دي تفاصيل صغيرة لكن مؤثرة جدا. وعايزة اقولك ان احنا ممكن نصنع الانتيكات بنفسنا زي ما احنا شايفين. جبنا قطعة خشب ودهناها، وبعد كده هنحط فيها أنبوبة الإزاز دي، وبعد كده نحط فيها ونلزقها، نحط فيها الورود، هيبقى انتيك شكله جميل جدا. ونحط فيها الشموع والورود، وبكده عملنا انتيكات من غير ما نتكلف كتير. حطي بقى في الأنبوبة شوية مية عشان الزرع والشموع، فكده بيبقى منظره جميل. وممكن يتحط مثلا ورا المدخل الباب، شكله راقي وجميل جدا، والشموع والانطباع الأول بيدوم. وفي الآخر الانتيكات مش مجرد ديكور بيتحط وبيتشاف، دي روح بتدخل البيت وبتكبر مع الوقت، وكل قطعة بتاخد مكانها بهدوء وبتشاركك يومك وبتكبر مع ذكرياتك. أباجورة بتنور لياليكي، وترابيزة شايلة كتابك، وساعة حيط بتعرفي بيها الوقت بهدوء. تفاصيل بتصنع بيت بتحبيه. فالبيت الجميل مش اللي كله تحف، لكن اللي كل تفصيلة فيه محطوطة بحب. ولما بتحبي بيتك أي حد بيدخله بيحس الإحساس ده من غير كلام. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس وتشاركوه لأصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد في عالم الديكور والجمال والتنظيم. وشكرا على وقتكم الجميل، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي. عارفك مشغول الايام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي، مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. عارفك